السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماتش الأهلي والهلال السوداني بكرة إن شاء الله في موريتانيا في ماتش الإياب. يا رب تكون البعثة بتاعة النادي الأهلي واخدة معاها شنط كولر، وتحسبا يعني واخدها معاها في الفندق تحسبا لأي نتيجة سلبية تحصل كده أو كده، يبقى هو على سويسرا خلاص. خلاص ونبتدي نشوف مدرب تاني يجهز المجموعة دي لكأس العالم، وخلاص استعوض ربنا في بطولة أفريقيا، وجهز نفسك لكأس العالم للأندية إن شاء الله. وهنبعت له برضه جواب شكر على الفترة اللي قضاها في الأهلي. الأهلي ما بينكرش مجهود حد خدمه. بالنسبة للماتش إن شاء الله، وبالنسبة للتأليف اللي كان بيألفه قبل كده، أنا متوقع له إنه طبعا هيلعب جيم دفاعي بحت. هيلعب جيم دفاعي بحت، ويقول لك ألعب على المرتدة، خطفت واحدة خطفت ما خطفتش أحافظ على النتيجة. وبناء على كده هتلاقيه بيلعب برضه بمروان عطية وأكرم توفيق ارتكاز برضه. وما تستبعدش إنه كمان يحط وراهم كوكا عشان خاطر يقفل الخطوط، يضيق المسافات ما بين الخطوط في خط ظهري. وهيلعب على المرتدة إمام وجراديشار وممكن حسين الشحات وأسامة أبو علي. هيلعب له على واحدة مرتدة ولا حاجة ولا اتنين، يخطف واحدة يخطف ما يخطفش النتيجة تطلع على كده. هي دي هتبقى استراتيجيته في الماتش بتاع بكرة، وده توقعي. يطلع بقى صح يطلع غلط الله أعلم، بس أنا متوقع إن بنسبة كبيرة جدا جدا هيلعب جيم دفاعي بحت بحت بحت. يعني اللي الفرقة المصرية بتعمله قدام مننا هنا، إحنا هنروح نعمله هناك. السلام عليكم.